السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل الصينية الحلوة دي لأحلى عزومة. يلا بينا بقى نشوف طريقة التحضير. هنعمل الأول العصاج للبوريك. هنجهز معلقة سمنة، وهنجهز 2 بصلة مفرومة ناعم خالص. هنديهم تشويحة حوالي دقيقة، وبعد دقيقة كده هننزل بملح وفلفل ورشة سكر ورشة بهارات، يا اما ال3 بهارات اللي احنا عاملينها على القناة، يا اما رشة جوز الطيب. ما عملتش ال3 بهارات، ابشري بشرة جوز الطيب وهي على النار كده البصلاية، وهتقلبي كويس حوالي دقيقتين كده مع البهارات. وبعد كده هننزل بنص كيلو مفروم ومكعبين مرقة، او مكعب مرقة، ومش عايزة مرقة مفيش اي مشكلة برضو يعني. احنا بس بنعزز طعم البوريك، بيبقى طعمه حلو قوي، بنخليه طعمه حلو يعني. وبعد كده بقى دي النص المفروم بقى، وهنقلب بقى حوالي، العصاج هيستوي حوالي في 12 دقيقة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى ايه، هنجهز بقى التشريبة للبوريك. 2 بيضة، نص كوباية لبن، كوباية زبادي صغيرة، معلقتين دقيق، معلقة نشا، ملح وفلفل، نص كوباية سمنة على زيت. طبعا تكوني مسيحة السمنة على النار يعني. وبعد كده هنضربهم في الخلاط كويس عشان يبقوا دابوا خالص يعني. طبعا انتي قادرة تضربيهم بالمضرب السلك براحتك. وبعد كده بقى هنجيب صاج، ادي اهو الخليط السائل. هنجيب صاج عشان نحط فيه بقى البوريك، لان انا عملت لفتين جلاش. دهناه سمنة زي ما انتوا شايفين على زيت، وادي العصاج اهو بعد ما استوى طبعا. طبعا بقى بين كل راق وراق هندهن التشريبة اللي احنا عاملينها. طبعا الرور بياخد حوالي أربع ورقات، يعني بلاش 3، خليهم 4 أحسن. كل ما بين راق وراق بتدهني بتدهني التشريبة اللي احنا عاملينها، بتوزعي كده بالفرشة كده زي ما انت شايفة. حاجة بسيطة قوي يعني. طبعا بقى هنحط اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنلفه بقى لور كده زي ما انتوا شايفين، وهتحطي بقى في الصينية او الصاج اللي انت هتعملي فيه. بس كده. طبعا انا عملت كده زي بقفل كده من الجناب عشان لما اجي اشيله يعني. طبعا بقى هتقطعيه قبل ما تشربيه بقية التشريبة. هقطع كده طبعا. وبعد كده بقى هنسقيه بقى بقية التشريبة. على فكرة انت ممكن كمان لو قبلها بيوم ممكن تعملي البوريك وتحطيه في التلاجة وهو برضو عليه التشريبة. وفي الاخر بقى خدت وش اللبن بعد ما عملت بالتشريبة كده زي ما انتوا شايفين، حطيته بدل السمنة يعني. ما عندك وش اللبن كمان ممكن تحطي كمان معاه معلقة سمنة بلدي. ما عندكيش قشطة اللي هي وش اللبن يعني، هتجيبي علبة قشطة صناعية مش غالية خالص على فكرة، يا اما بقى تحطي سمنة، بس سمنة بسيط قوي كمان. عايزة تستكفي بالتشريبة بس اللي انتي بيها براحتك. كده خلصنا صينية البوريك. طبعا ده بقى نص كيلو فريك. هنجيب بقى معلقة سمنة، طبعا الفريك لازم يتنقع كويس جدا. ده 2 فلفل رومي على بصلاية صغيرة، هنشوحهم كده على النار زي ما انتوا شايفين. طبعا رشة سكر اوعي تنسيها.
وبعد كده فلفل اسود وملح بس كده. وهتقلبي تقليبة حلوة كده، وبعد كده مكعب مرقة عشان يدوب في السخونية، ورشة جنزبيل بودرة، ودي التلات بهارات، يبقى ملح وفلفل والتلات بهارات ورشة سكر. وهتقلبي برضو كويس كده، ورشة حبهان مطحون على ورق لورا، ونزلنا بالفريك وهنقلب كويس. طبعا هتشوحي حوالي كده 3 دقايق على النار كده عشان الفريك يبقى مفلفل وهو في السمان. زي ما انت شايفة، يبقى الاول معلقة سمنة سخنت، نزلنا بالبصلاية المفرومة على 2 فلفل رومي، ونص معلقة سكر، وملح وفلفل، والتلات بهارات او جوزة الطيبة رشة كده، والحبهان مطحون على ورق لورا، والجنزبيل البودرة برضو. من كل حاجة رشة رشة كده بسيطة. طبعا دي صلصة متسبكة حوالي كوباية، هنديها تشويحة برضو مع الفريك، وهتقلبي كويس جدا. زي ما انت شايفة كده بتفضلي تقلبي كويس. طبعا بقى هنحط له ده ملح، هنحط له حوالي كوبايتين مية بس كده، ياخدوا نص سوا. هتديهم بقى 7 دقايق على النار، حتى كمان من غير ما تغطي، انا عاملة فوق كبير يعني. طبعا دي مية سليق السمان، ملح وفلفل وكركم وكاري، و2 مكعب مرقة وبصلاية صغيرة. عايزة بقى تحطي جزر براحتك زي ما تحبي. طبعا السمان ده احنا عارفين بنغسله ازاي. طبعا بتغسليه بتنقعيه الأول في دقيق، وتشطفيه كويس جدا وتغسليه كويس قوي، وبعد كده بتروحي نقعيه تحطيه في التلاجة، تنقعيه في ملح وسكر حوالي ساعة مثلا. وبعد كده بتروحي شطفاه تاني وحاطاه في مصفى. طبعا انا هنا كنت بحشيه. بنتي قفلته من فوق، كانت فاكراني هحشيه من تحت الجلد. السمان انا ما بحبش احشيه من تحت الجلد، هو كفايه بس كده من عند الصدر وخلاص. لان السمان بيبقى جلده خفيف قوي، مش هيستحمل تحت الجلد. لكن لو كان حمام كنت ممكن فعلا حشيته من تحت الجلد. فطبعا انا استكفيت حشيت كده بس و... وربطت الرجليه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هربطه بالورق الألمونيوم لما اجي اغرف الصينية. طبعا اول ما المية بتغلي بتنزلي بالسمان عشان يتسلق. السمان بياخد تسوية، اول ما بتنزليه بصي بالظبط في الساعة، نص ساعة بالظبط، وممكن كمان 25 دقيقة كمان. يعني من 25 دقيقة لنص ساعة. وعلى نار متوسطة يا جماعة. السمان لحمه صغير ما بياخدش سوا كتير، ممكن الحمام بيوصل كمان ل40 دقيقة كمان أحيانا، و45 دقيقة كمان. فالخلة اللي بنتي حطيتها دي كانت فاكراني هحشي من أول الزور لحد تحت الجلد للعضمية بتاعت الصدر يعني. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين خلاص بقى هشيله. طبعا شوربة السمان عايزين تحطوا فيها مغرفة فريك وتخلوها شوربة سمان براحتكم. انا طبعا بقيت الفريك حطيته في طاجن ودخلته الفرن حوالي 30 دقيقة، حطيت عليه من شوربة السمان وخليته برضو في العزومة يعني. طبعا انا كنت بشيل هنا الخلة وبقطع الخيط، لان لو ما كنتش مش حلو يعني ان انت تحطيه في عزومة. انا قفلت بألمونيا كده رجوله عشان كنت هدخله بقى الفرن. يعني كتفته بكده يعني عشان يبقى شكله اشيك يعني يا جماعة. طبعا ده كيلو وربع مفروم، عليه كوباية دقيق، عليه نص كوباية نشا، عليه 3 بصلات وسط. دي معلقة بيكنج باودر أو كربوناتو، ودي معلقة كبيرة 3 بهارات، وطبعا معلقتين ملح، ودي معلقة فلفل أسود، حوالي معلقة وربع يعني. ودي ليا مبشورة وهي مجمدة عشان تعرفي تبشريها. وادي البصل زي ما انتوا شايفينه. يا ريت تكون الخطوات واضحة قدامكم يعني. انا تعمدت ان انا اجري بالفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. بس العزومة على فكرة يعني كانت حلوة قوي بصراحة.
طبعا بقى بتفضلي بقى تقلبي كويس جدا، عشان الكفتة كل ما بتخلطيها جامد كل ما بتقطم معاكي يعني. طبعا كده كنت خلصت الكفتة وسبتها على جنب في التلاجة. ده طبعا كاتشب احنا عاملينه على القناة، لاني انا ما بحمرش السمان. طبعا بقى بدهنه كده زي ما انتوا شايفين. انتوا مش عايزين تحطوا كاتشب، يبقى معلقة صلصة او تحمروه في زيت غزير قوي اكنكم بتحمروا بطاطس. بس صدقوني الطريقة دي حلوة قوي في الفرن، هتعجبكم قوي. وبعد كده بقى ايه، هدخله الفرن. وبعد كده هتدخليه بقى الفرن تحت الشواية. وطبعا بقى صبعت الكفتة زي ما انتوا شايفين. دي كوباية مية عليها معلقة زيت ورشة فلفل اسود، بس كده. ودخلتها الفرن برضو. طبعا هنا هنتبل السجق عصير برتقانية، كوباية زبادي وملح وفلفل، بس كده. ده السجق، مفيش اسهل من كده. عزومة خفيفة قوي وحاجتها يعني ايه، معقولة. على فكرة هي عزومة اقتصادية. لو احنا جينا بصينا للتكلفة، السمان ارخص من الحمام، والكفتة بتصرف جامد جدا. العزومة دي يعني كمان كانت الاكل ده كان كتير كمان على 12 نفر برضو. طبعا بقى بتغلفي السجق كويس. دي ورقة زبدة حطيته في الصاج بتاع الفرن، عشان كنت خليت السمان فوق والسجق من تحت يستوي يعني. طبعا زي ما انت شايفة. وطبعا بقى انت هتقصي بقى الاطراف بتاع الورق الزبدة ده، عشان انا خفت احطه في صاج الفرن ده يلزق طبعا. فعشان كده ده اللي خلاني احط ورق زبدة يعني. انت عايز تحطيه في صينية ألمونيوم براحتك. وعلى فكرة السمان بصوا احمر ازاي وبقى جميل. طبعا هنا بقى نعمل الرز: ملح وفلفل وتوم بودرة وبصل بودرة والتلات بهارات ورشة قرفة وكركم وكاري وبهارات فراخ ومكعب مرقة. طبعا انتوا هتقولوا ايه الهيصة دي كلها، بس لما تعملوا الرز بالبهارات دي كلها هتقولوا عندي حق فعلا. يبقى توم بودرة وبصل بودرة وكركم وكاري والتلات بهارات وبهارات فراخ وقرفة، ومكعبين مرقة شوحناهم في السمنة. نزلنا بالمية، نزلت بعد كده بالرز. طبعا احنا عارفين الرز بياخد كوباية الرز البسمتي، كل كوباية رز كوبايتين مية. طبعا بقى قلبنا. بتعلي اول 7 دقايق، وبعد كده بتوطي خالص على عين هادية حوالي 10 دقايق، وممكن كمان 12 دقيقة كمان. طبعا ده كيلو وربع رز. طبعا بقى غرفته بعد ما استوى زي ما انتوا شايفين بقى، وهرص بقى الصينية. طبعا بقى ده البوريك بعد ما استوى. ودي الكفتة برضو بعد ما استوت. وده الفريك اللي اتبقى من حشو السمان، حطيت عليه زي ما قلت لكم من شوربة السمان، وحطيته في الفرن نص ساعة من غير ما اغطيه. طبعا بقى هرص بقى البوريك زي ما انتوا شايفين. طبعا الصينية دي انتي وذوقك زي ما ترصيها، بس بصراحة ولا مواعين ولا دبكة ولا كل حاجة ليها السرفيس ولا حاجة. طبعا بقى السمان بعد ما خد وش من ناحية الصدر كده، هي ضيرته ودهنته تاني. فبقى احمر من فوق ومن تحت كده وزي الفل بصراحة. طبعا الرصة بقى زي ما انت تحبي طبعا رصيها طبعا يعني. وبعد كده بقى هنرص بقى السجق. وبعد كده بقى تكوني محمرة بقى زبيب، هتحمري زبيب في معلقة سمنة. وبعد كده هتروحي بقى رش عليه على الرز بقى وعلى على الصينية كلها يعني. طبعا احنا كان الأذان أذن وكنا مكسوفين أوي بصراحة، عشان كده كنا مستعجلين. ده بقى الزبيب زي ما انتوا شايفين بقى. كده خلاص بقى شكلها بعد ما خلصت. يا رب الصينية تعجبكم. إذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، وكل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.